بين الماضي العريق والحاضر المتجدد تمتد رحلة 60 عاماً. ديوان البحرية التجارية والموانئ، 6 عقود من التحولات والإنجازات. حكاية من عمق البحر تواصلت عبر محطات التاريخ، انطلقت من قرطاج القوة البحرية الكبرى لتعبر فترة بناء الأرصفة بكل من بنزرت وحلق الواد وسوسة. أين شيدت المخازن بحلق الواد سنة 1835، فمصنع السفن سنة 1860، وانطلاق الأشغال بميناء تونس الحاضرة ليصبح صالحاً للتجارة البحرية بداية من يوم 28 ماي 1893. مع حلول عام 1900 شهدت موانئ بنزرت وتونس وحلق الواد والسوسة وصفاقس تطوراً ملحوظاً، حيث بلغت مرحلة متقدمة من نموها التجاري قبيل الحرب العالمية الأولى. وفي غرة أفريل 1947 تم إحداث وكالة الموانئ التجارية التي تمتعت باستقلالية التصرف المالي، وعهد إليها تسيير الموانئ. بتاريخ 12 فبراير 1965 تم إحداث ديوان الموانئ القومية التونسية، المؤسسة المكلفة بتسيير وصيانة وتطوير الموانئ التجارية في البلاد. آنذاك كانت الموانئ الرئيسية تضم حلق الواد، بنزرت، سوسة وصفاقس. لاحقاً تم إنشاء موانئ جابس وجرزيس ورادس، مما عزز البنية التحتية البحرية ودعم النشاط التجاري. وفي عام 2000 انضم ميناء الصخيرة إلى قائمة الموانئ التجارية التونسية، بينما شهد 2001 إغلاق ميناء تونس نهائياً أمام الحركة التجارية. كانت 1998 سنة فارقة في تاريخ ديوان الموانئ القومية التونسية، سنة تحول فيها الديوان من سلطة مينائية إلى سلطة مينائية وسلطة بحرية، ليضطلع بمشمولات الإدارة البحرية والأسطول البحري ورجال البحر، وتتغير تسميته من ديوان الموانئ القومية التونسية إلى ديوان البحرية التجارية والموانئ، وليصبح مشرفاً على 7 موانئ تجارية متنوعة الاختصاص وعلى 7 جهات بحرية. ديوان البحرية التجارية والموانئ يحرص على الالتزام بتطوير منظومته المينائية وتعزيز تنافسية الموانئ التونسية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية طموحة تشمل استثمارات كبرى في مجال البنية التحتية وتجديد الأسطول البحري. من جانب آخر، الديوان حريص على تعزيز معايير الجودة والأمن والسلامة البحرية الدولية التي تنص عليها المنظمة البحرية الدولية OMI. كما يعطي ديوان البحرية التجارية والموانئ الأهمية اللازمة للامتثال للإجراءات القانونية والتنظيمية بهدف ضمان بيئة ملاحية ناجعة وفعالة. تونس، ذلك البلد البحري بامتياز، المنفتح على البحر بقلادة من الموانئ والجهات البحرية الموزعة على طول الشريط الساحلي، تمثل بوابة لانفتاح الاقتصاد الوطني على التجارة الدولية. لم يكن نجاح تونس في التموقع ضمن منظومة التجارة الدولية من محض الصدفة، بل نتيجة لدور مؤسساتها الرائدة، فقد واكب الديوان تطورات التجارة البحرية من خلال تحديث البنية التحتية وتعزيز السلامة، إضافة إلى دعم الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية. واليوم يعد بوابة لحركة 30 مليون طن سنوياً من المبادلات، التي تمثل 98% من التجارة الخارجية.
كما يوفر الخدمات المينائية لنحو 800 ألف مسافر بين مينائي حلق الواد وجرزيس. مع مطلع الألفية الجديدة شهدت المنظومة المينائية إصلاحات جوهرية لتعزيز الديناميكية والنجاعة، حيث تخلى الديوان عن الأنشطة التجارية ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص ليركز على دوره الرقابي، كما واصل مهامه في تهيئة وصيانة المرافق المينائية من الأرصفة ومنشآت الحماية إلى جهر الأحواض وتأمين عمليات الجر والإرشاد. مثلت 2006 سنة الاستثمار في سياحة الرحلات البحرية، توجه جديد راهن عليه الديوان، حيث تم إحداث رصيفين للسفن السياحية بميناء حلق الواد في إطار لزمة، مشروع استثنائي في منطقة المتوسط يتضمن قرية سياحية ذات طابع معماري تونسي أصيل، يتوفر على جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر. ديوان البحرية التجارية والموانئ، تلك المؤسسة الضاربة في أعماق التاريخ، تتابع مسيرة التطور والحداثة مواكبة لمتغيرات العالم في القطاع البحري والمينائي. بعد 6 عقود من العمل والإنجاز، يواصل الديوان استشراف المستقبل برؤية طموحة ترتكز على تحديث وتعصير المنظومة المينائية لمزامنة التحولات العالمية في قطاع النقل البحري، وعلى تعزيز الإدارة الرقمية والانتقال الطاقي. انطلق الديوان في تدعيم أسطوله البحري عبر اقتناء 6 جرارات بحرية لضمان مزيد من الفاعلية والنجاعة في استقبال السفن التجارية، كما يعمل حالياً على إعداد دراسة استراتيجية للمخطط المديري للموانئ آفاق 2040 بهدف بلورة رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الموانئ التونسية مع مراعاة العلاقة بين المدن والموانئ. وفي إطار اطلاعه بدوره كسلطة مينائية مشرفة على جودة وفاعلية الخدمات المقدمة وضرورة ملائمتها للتحديات التكنولوجية العالمية، يولي الديوان اليوم أهمية خاصة لاعتماد الحلول الذكية ودعم التحول الرقمي من خلال وضع استراتيجيته الرقمية وتنفيذ نظام معلوماتي مندمج قائم على الحوسبة السحابية بهدف تحسين التصرف في الخدمات المينائية والبحرية، إلى جانب الشروع في تنفيذ مخطط التحول الرقمي. حرصاً على ضمان أعلى معايير الجودة، أطلق الديوان مشروع توحيد نظام الجودة في جميع الموانئ التجارية والجهات البحرية بهدف الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية إيزو 9001 إصدار 2015، كما يعمل على ترسيخ المسؤولية البيئية والاجتماعية من خلال إرساء نظام إدارة بيئية واجتماعية SGES وإدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية في مشاريع تطوير البنية التحتية بما يعزز المصالحة بين الموانئ والمدن المجاورة لها. وفي ذات السياق يعمل ديوان البحرية التجارية والموانئ على تعزيز المعايير البيئية والسلامة البحرية، حيث يستكمل الدراسات الفنية التي تهدف إلى تأمين الانتقال الطاقي عبر التعويل على الطاقات المتجددة بالموانئ وتزويد السفن بالتيار الكهربائي الأرضي أثناء رسوها بميناء حلق الواد بهدف تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء ودعم الحياد الكربوني تماشياً مع التوجهات العالمية. اجتاز الديوان بنجاح عملية التدقيق الإلزامي التي أجرتها المنظمة البحرية الدولية في تأكيد على التزامه بالمعايير الدولية في مجالات السلامة البحرية والأمن وحماية البيئة، ويجسد هذا الإنجاز سعي الديوان بصفته سلطة بحرية وطنية إلى الاضطلاع بمهامه بكفاءة وفقاً للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة. ديوان البحرية التجارية والموانئ، نحو خدمات مينائية وبحرية أكثر أماناً وتطوراً لخدمة الاقتصاد الوطني.